انا عايز الفت نظر النادي الاهلي لحاجتين. جمهور عظيم. مش هتقال التريقات لما انا اتكلمت عن بحة. النادي الاهلي مر بمرحلتين، ما قبل بحة وما بعد بحة. ما قبل بحة الكره تيجي في مناخير الواد جون، صابع رجله صغير جون، يجي في شعره جون. اي كره تيجي في النادي الاهلي من غير ما تروح في عارضه ولا الجون يصدها تروح مطلع لوحدها. ده ما قبل بحة. بعد بحة ده لاعب حرس الحدود درجه ثانيه، وحرس الحدود هو اللي كان غالب على فكره، ولاعب بيراميدز اللي بقاله سنين ما كسبوش 3 مع الرافه، ده غير الاثنين اللي الصبي بتاع بحة كان لسه موجود. وامام لسه رايح. ثانيه واحده من فضلك. فانتوا تريقتوا واديكم شفتوا مرحله بحة ومرحله ما بعد بحة. دول مرحلتين. ادي واحد. اثنين، وش السعد امام عاشور من ساعه ما جه لنخان ما شاء الله. انا كل ما افتكر منظر امام عاشور هذا البلطجي وهو بيضرب وليد سليمان في الامارات بالجزمه في ظهره، اقول فعلا الله يرحمك يا صالح يا سليم. يعني وليد سليمان ده المفروض قد جده. يعني وليد ده اعتزل ولعب منتخب مصر، لعب منتخب مصر سنوات طويله، كابتن النادي الاهلي. نايمه في الارض وقاعد يديله بالجزمه. اقسم بالله لو امام عاشور ده هيجيب لي 20 مليار بطوله بعد اللي عمله في وليد سليمان. سيبك بقى من الشتيمه، انه يضرب وليد سليمان بالطريقه دي وجوه النادي، جوه الماتش. ما اعرفش كان في النادي في الاستاد، كان الاستاد الاهلي ساعتها، يعني الماتش كان بتاع الاهلي، ويقعد يقول عن صالح سليم. انا مش بكلم عن صالح سليم دلوقتي، طول عمري بقول صالح سليم. وزينب هانم يا خطيب. صالح سليم والده هو صاحب الارض اللي انت فيها، والده الدكتور هو صاحب الارض، وطارق سليم وعبد الوهاب سليم. هو انت عشان متضايق من صالح سليم واسمه كان صالح سليم نجم. واصحابه مين كان؟ عبد الحليم حافظ، عمر الشريف. ده صالح. نص جماهير الاهلي جابهم صالح سليم. عارف ليه؟ عشان كبريائه. جماهير الاهلي جماهير محترمه، راحت ورا الراجل بتاع كبرياء صالح سليم اللي عمره ما تربح من النادي الاهلي بجنيه. من سوء حظكم انه زينب هانم زوجة الكابتن الكبير مرحوم صالح سليم انا محاميها. فاي عيل هيكذب يقول لك صالح سليم كان بياخد رايي، ولما كنا بنقعد في الطياره يقول لي اقسم بالله العظيم قالت لي ما كانش بيطيقه. والله قاتل ازاي يعني؟ القاتل الوحيد اللي كان صالح سليم بيحبه وبيزوره في لندن محمود طاهر. دي شهاده قدام ربنا. فهنيئا لكم وش السعد. واللي ملوش خير في الناس اللي ربوه وادوا له فلوس يشتري عماره بعد ما كان ساكن في حاره في السنبلاوين، وده انا قلت قبل كده مش عيب. مش عيب خالص. انا من حواري رود الفرج وشبرا، مش عيب بالعكس. لكن العيب ان حد يبقى كان واقف جنبي وخلاني بني ادم وساكن في المهندسين او عندي قصر مش عارف في مارينا ولا في فين وبتاع، واللي عمل معايا كده عض ايده. بس اتقي الشر ايه؟ من احسنت اليه. ودايما بتعض اللي ايه؟ الايد العليا اللي ساعدتك. فهنيئا لكم بوش السعد. نرجع بقى للاخ البلطجي. بلطجي طبعا. هو هات لي المشهد الاولاني بتاع ماتش الامارات اللي في دولتك يا شيخ سالم يا شمسي، دولتك، وانا عارف انك مسؤول كبير في الدوله. ولادك انضربوا قدام عينيك ولا عملت حاجه. في قلب بلدك ولا عملت حاجه، ولا عرفت تحميهم في بلدك. شوف المشهد تاني. الولد الشحات ده هو فعلا شحات، وانا لسه قايل عليه من 3 ايام شحات، اللي اخوه قلع الجزمه حطها في جماهير الزمالك. قلت له كويس انت ما عادش بتشتري بقى جزم دلوقتي من في بولاق كده وانت ماشي حي الجميل الشعبي ده، بيبقوا راسين ملابس ومراسين جزم قديمه كده. كويس انك بتلبس جزمه دلوقتي انت اخوك. هات المشهد. وللاسف الولد اللي انا بحبه الشناوي داخل. لما جبنا مشهد الشناوي قبل كده لما ضرب، ما اعرفش كان بيلعب حد في طلائع جيش او حاجه، وضرب الواد وقعه في الارض، وجه الحكم يروح يحيطه راح زقه. فانت ايه الشحات ده لما يضرب الواد بالقلم ومعلول يديله حد مش عارف الثانيه، وده يروح مدي بالبنيه في وشه. وبعدين زعلان واحد يقول لي مبادئ الاهلي كانت فين لما كهربا هربوه خدوه عشان ما حدش بيتعاقب. لجنه الانضباط ادت له كام ماتش؟ 12. اتنفذوا؟ طب ليه؟ راحوا محكمه غير مختصه بالاتفاق ضد اتحاد الكوره بالاتفاق. طبعا عاملين شكوى في الاتحاد الدولي انه روحوا احنا المفروض نلعب احنا السوبر. هم بيلعبوا لاعب موقوف من لجنه الانضباط، لان اللائحه بتاعه الانضباط واتحاد الكوره ممنوع تاني في خلال 10 ايام اتظلم. 10 ايام دول مش هوقفك فيهم. اول ما ال 10 ايام يعدوا ولا الجن الازرق يوقف العقوبه. الا مين بقى؟ واحد، لجنه التظلمات تلغيها او تخففها او تأيدها. انما توقفها دي ايقاف التنفيذ ده في المحكمه. مش موجود في اللائحه.
فعملوا له ايقاف تنفيذ. طب راحوا المحكمه، الباشا القاضي مع المستشار اللي في قضيه العزل بتاعتي، اول جلسه جه تقرير مفوضين لصالحي، تمام، عايزين اجل نطلع، ما كناش لسه شفناه، والمستندات المقدمه من الافنديه الاربعه اللي عاملين نفسهم زملكاويه، لا ما فيش اطلاع، واتحجز الحكم اسبوع، بعد اسبوع عزلني، تمام. قضيه كهرباء 15 يوم اطلاع و15 يوم حكم و15 يوم عشان الحكم يطلع، دخلنا في قد ايه بقى؟ نفس القاضي 45 يوم. طيب لما تروح تعمل ترك دعوه، ده في محضر الجلسه، قرر المدعي بالحق المدني ترك الدعوه، بعمل حكم ترك صغير كده، وياما عملته وانا رئيس محكمه في المدني لما كنت ماسك مدني في الجيزه، تمام، بالاضافه طبعا شغلي كنت رئيس محكمه بولايه دكرور العجوزه. طيب تعالى يا معالي المستشار، فين الحكم بيتنسخ؟ اتنسخ، امتى الحكم ما مضاش؟ 15 يوم لغايه ما الدوري خلص. يا فرحتي بقى بالايقاف ولا بالبتاع. طب رحنا بقى للدائريه العليا، نفس زياده القاضي الجليل اللي القضيه بتاعه العمري فاروق اللي اللجنه القضائيه استبعدته، لان كان لازم 25% من حضروا الجمعيه العموميه 22,000 موجودين بالليل في الجمعيه العموميه بتاعت بالليل اللي بيناقشوا فيها الميزانيه، ما حضرش 100 واحد. التزكيه لازم 25% يحضروا ويأيدوا التزكيه، ما حصل. اللجنه الاولمبيه استبعدته، اللجنه القضائيه استبعدته، الوزاره استبعدته، رفعوا دعوه. نفس القاضي الجليل اللي هو بقى ديري عليا، لما انا طعنت بقى في العزل الاولاني رحت فوق خلاص، قال ان اراده الجمعيه العموميه اللي ادت العمري فاروق 19,000 صوت اقوى من اللائحه. هو كلام صح. انا بقى ليه بقى ان اللائحه اقوى من الجمعيه العموميه؟ طب ازاي يعني؟ اللائحه الاسترشاديه اللي تاخد بيها وما تاخدش بيها اقوى من 50,000 جه حضروا الجمعيه العموميه وانت تاخدني انا وقائمتي؟ كده عكس بعض. ما يقدرش يتكلم، لا ده هو راي القاضي وهيتحاسب. انا قلت له اتحاسب قدام ربنا، وساعه القبر ما بيتقفل ما حدش، بس انا بقول الحقيقه، اعمالك بتنتهي بالقى خلاص. فانتوا زعلانين من الشحات؟ ترى مراتي اتشتمت وقال لك ده جاب ايه محلل لمراته هاله، عمري ما جوزت واحده اسمها هاله ولا اعرف مين ام هاله دي، ولا حد عمل لهم حاجه خالص. وبنته كذا المحترمه المحجبه اللي حاجت 6 7 مرات، وابنه ده مش عارف ايه، وابنه الثاني ايه. زعلانين من حسين الشحات؟ احنا علاقتنا بالمغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وتحت في جنوب السودان وموريتانيا الصومال، كل ده عالم عربي، ارتريا عالم عربي. علاقتنا بالخليج، بحرين، عمان، الامارات، السعوديه، الكويت، علاقتنا بسوريا والاردن والعراق ولبنان واليمن. هي دي مصر اللي شويه عيال بيخربوا العلاقات فيها كل يوم، تخريب للعلاقات. هو مش ده عصام عبد المنعم اللي كان عايز يرحل فرجاني ساسي عشان عمل السماعه للحكم؟ قال لك اترحل. يستخبي فين يا عصام؟ فين هم؟ فين سيف؟ فين ابراهيم فايق اللي قلع دلوقتي قال لك انا خلاص الزملكاويه ولا بتاع، انا عايز اكل عيش اكمل؟ وبصراحه ليه حق، ما هو لو نطق هيمشي هيروح. فين كرم جبر؟ فين كرم جبر؟ صحيح. وصفحات شتيمه. وعايز اقول لجمهور الاهلي، من حقك تدافع عن فريقك ولاعيبتك، بس في الحق. هتقول لي انا عملت ايه؟ لعيبه الاهلي اللي قدام عارفين، عامل غرفه ملابس عندنا، ما اعرفش اسمه ميلا ولا اسمه ايه، كان ماتش الزمالك واهلي، جوزيه قدام الصحفيين، انا نزلت اعتذرت قلت له اسف. ولد صبي في المغرب اللي هو بيلم الكور عطل الكوره، مدحت زق هو وامير عزمي ابن اخويا عزمي كان كل عامل واقف جنبه. بعد ثانيه من المشهد الاثنين تم فصلهم من المشهد. ده نادي القيم بجد.